في حاجة اسمها التربية الجنسية، ديت قواعد عامة لو الأم اتبعتها بتفرق جدا جدا مع الطفل. لازم تأهلوا أولادكم إزاي يتعاملوا مع العالم الخارجي. رقم واحد، الطفل وهو بيبي الأم بس اللي تغير له. رقم اتنين، التغيير في باب مقفول حتى لو مفيش حد. ممنوع تغير قدام أي حد أو حتى تغير في مكان مفتوح أو حتى تغير قدام قرايبك. لو الأم مش موجودة، الوحيدة اللي مسموح ليها إن هي تغير للطفل هي الجدة، غير كده مفيش. وبرضه في مكان مقفول من سن سنة ونص الطفل يتعلم إزاي يشطف نفسه، يعني من الاخر يبدا يشطف نفسه. الام تعلم طفلها ازاي يشطف نفسه ابتداء من سنه ونص. الطفل كمان يتعلم ازاي ينظف منطقه العوره بتاعته. الام مهم جدا ان هي تقلل وضع ايديها في عوره طفلها. حاله البوسي بقى لازم يكون باب الحمام مقفول، مش لا مؤاخذه يعني تاخد البوسي والطفل او الطفله تحطها على البوسي في الريسبشن والناس كلها تشوفه. تبدا تقول عيب لو طفلك بدا يرفع هدومه او عايز يخش يستحمى والباب مفتوح، او يطلع من الحمام وهو عريان، او يطلع ينشف هدومه قدام حد، يخش الحمام يقفل على نفسه الباب، او ياخد معاه البشكير او الفوطه ينشف نفسه ويخش الاوضه لوحده. ممنوع ممنوع ممنوع. ممنوع التقبيل من البق. الام والاب من هنا. اي حد تاني، اي حد ايا كان، عم خال اي حد، مفيش ولا من هنا ولا من هنا ولا حتى من اي مكان. ممنوع منعا باتا. ممنوع الطفل يقعد على رجل حد. ممنوع الطفل يقعد على رجل حد، ولا خال ولا عم ولا حتى اخ. اول ما الطفل يتكلم نبدا نعلمه ونقول له ان انت من منطقه السره للركبه ديت منطقه خاصه ليك، ولا حتى بابا ولا ماما يشوفها، انت بس اللي تلبس وتشوف المنطقه من السره للركبه. الدكتور بس اللي ممكن يشوفهم لو انت تعبان ولو بابا وماما معاك. علم الطفل ان لو حد قدامك عايز يرفع هدومك او هو بيرفع هدومه نقول له اتعلم انك انت تعلي صوتك. لو حد فكر يرفع لك هدومك او هو بيرفع هدومه قول له عيب، ممنوع. ولو ما سمعش الكلام منك بالطريقه بتاعتك تبدا تصرخ فيه وتبدا تجري لبابا والماما. ولو انت في المدرسه تبدا تقول للمدرس للمدير ما تسكتش، وتبدا تقول فلان عايز يرفع هدومي او عايز يرفع هدومه قدامي، ما تسكتش. ممنوع الاخوات يستحموا في نفس الوقت حتى لو نفس الجنس، يعني لو ولد مع ولد او بنت مع بنت او ولد مع بنت، ممنوع. ده يخلص اخوه يخش او دي تخلص اختها تخش. ممنوع الاثنين يستحموا مع بعض. ما ينفعش اسيب ولادي في البانيو الاثنين مع بعض عريانين، ما ينفعش. ممنوع ممنوع. الاثنين يلبسوا حتى مايوهات ويفضل الاب او الام داخلين عليهم كل شويه. ما ينفعش اجبر ابني او بنتي ان هو يبوس حد علشان هو ضيف عندي وما يزعلش. ما تجبرش ابنك او بنتك. البوس مش بالعافيه، وعلى فكره السلام مش بالبوس، السلام بالايد. طبعا الطفل ما ينامش جنب الام او الاب. الطفل ليه سرير، الام والاب يناموا جنب بعض، والطفل ليه سرير والطفله ليها سرير. الاثنين الاخوات او ولد وبنت ما يناموش جنب بعض، كل واحد سرير. ممنوع ممنوع ممنوع. اهم نقطه بقى في الفيديو الطاعه العمياء. ما ينفعش انك انت تربي ابنك او تخليه بالنسبه لك انت بالنسبه له طاعه عمياء، اعمل كذا حاضر وهو مغمض. لا، خلي بينكم صحوبيه، خلي بينكم حاسس ابنك او بنتك ان كنتوا صحاب واخوات، علشان لو حصل حاجه بره يبدا يجي يحكيها لك. ما تسلمش ابنك او بنتك للناس اللي بره، ممكن حد يعتدي على حد فيهم وابنك يخاف منك عشان انت عودته على الطاعه العمياء. واخيرا بقى لازم تعود ابنك وتربيه على الحياء، انه عنده حريه الاعتراض، ومفيش حد في الدنيا حتى لو الاب والام ممكن يغصبوا عليه بالكلام، هو ليه حريه، ممكن تناقشوا مع بعض، بس في الاخر الصح هو اللي يمشي. اخيرا بقى ابحثوا عن التربيه الجنسيه للاطفال. عايز اقول لكم هتلاقوا معلومات كتير جدا على السوشيال ميديا، معلومات هتفيد ولادكم واحفادكم، هتفيد اقرب ناس ليكم، لان الموضوع مش صغير، الموضوع كبير زي ما احنا شايفين ان اطفالنا في خطر، وديت بتفرق في التربيه. يا رب الرساله تكون وصلت. شيروا الفيديو وخلوا كل اب وكل ام وكل طفل يتفرج على الفيديو دوت، ابعتوه لكل الناس اللي عندكم. شيروا الفيديو. سلام عليكم.